بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد من قناة موسوعة تراخيص المرور بنتكلم فيه عن أهم شروط وإجراءات تجديد رخصة قيادة الموتوسيكل في مصر في ضوء قانون المرور ولائحته التنفيذية. لو المحتوى يهمك، عندك مشكلة في تراخيص المرور، عندك سؤال في تراخيص المرور، تابعنا للنهاية وأكيد هتستفيد. قلنا قبل كده إن رخصة قيادة الموتوسيكل مخصصة لقيادة الدراجات النارية والتروسيكل، ولا تغني عنها الرخصة الخاصة. يعني ما ينفعش إن أنا معايا رخصة خاصة أقول والله ده أنا ممكن أسوق بيها موتوسيكل وما أطلعش رخصة موتوسيكل. كل رخصة ليها استخدام. الرخصة الخاصة غير رخصة قيادة الموتوسيكل. يبقى الرخصة الخاصة لا تغني عن استخراج رخصة قيادة موتوسيكل. طيب دلوقتي انا طلعت رخصة قيادة موتوسيكل، عدى عليها الخمس سنين، الرخصة انتهت، اعمل ايه علشان اجدد الرخصة تاني؟ فبنقول المادة 37 من قانون المرور المصري 66 لسنة 73 المعدل بالقانون 121 لسنة 2008 اتكلمت عن اجراءات تجديد رخص القيادة عموما، وقالت ان شروط تجديد رخص القيادة هو نفس الشروط المقررة لاستخراج الرخص لأول مرة ما عدا الاختبار الفني. يبقى تجديد رخص القيادة عموما ومن بينها رخصة قيادة الموتوسيكلات بيكون من غير الاختبار الفني وبدون الاشتراك في مدرسة تعليم القيادة وفقا للمادة 37 من قانون المرور المصري 66 سنة 73. طيب تجديد رخصة القيادة بيكون امتى؟ زي ما قلنا رخصة القيادة زي رخصة التسيير. تجديد الترخيص بيكون في خلال 30 يوم التالية لانتهاء الرخصة. يبقى بجدد رخصة القيادة ومن بينها رخص قيادة الموتوسيكلات في خلال 30 يوم من اليوم التالي لانتهاء رخصة القيادة، زيها زي رخصة التسيير بالظبط. طيب دلوقتي ينفع ان انا اجدد رخصة القيادة بتوكيل زي رخص التسيير بالظبط؟ يعني حضرتك ممكن تعمل توكيل لحد برخص السيارات انه يجدد رخصة العربية. التوكيل ده متاح عند تجديد رخص القيادة. فبنقول بالنسبة لرخص القيادة ما ينفعش فيها توكيل، لأن رخص القيادة شخصية، وبالتالي صاحبها أو صاحب رخصة القيادة لازم يكون موجود في مصر وقت تجديد الرخصة، عشان بيتصور وبيمضي على استلام الرخصة وبيمضي على أوراق تجديد الرخصة. رخص القيادة ديت شخصية ما ينفعش فيها توكيل، بخلاف رخص التسيير أو رخص العربيات والمركبات ينفع فيها توكيل للتجديد والترخيص. ما ينفعش حد يجدد رخصة قيادة حد تاني وهو مش موجود، وبالتالي ما ينفعش فيها توكيل لأنها رخص شخصية يلزم تواجد شخص أو شخص صاحبها. يبقى رخص القيادة يلزم تواجد صاحبها عند الاستخراج أو عند التجديد. المادة 277 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور اتكلمت عن تجديد الترخيص، وقالت إن في نموذج معين بتجيبه من المرور اللي هو نموذج 256 مرور، ورخصة القيادة القديمة وشهادة براءة الذمة وشهادة مخالفات علشان تجدد ترخيص. دلوقتي أنا مش لاقي بطاقة الرقم القومي بتاعتي، ينفع أجدد رخصة قيادة الموتوسيكل بجواز السفر أو رخصة السلاح؟ فبنقول وفقا لقانون المرور المصري ولائحته التنفيذية في سندات أو مستندات مقبولة لإثبات محل الإقامة وإثبات الشخصية، ومن بينها بطاقة الرقم القومي وجواز السفر في حالة سريانه. ده بالنسبة للأفراد العاديين. بالنسبة لأفراد القوات المسلحة والشرطة، الكارنيه العسكري ينفع كتحقيق شخصية أو كإثبات شخصية وإثبات محل إقامة. طيب بالنسبة للأجانب الموجودين في مصر، بنقول لو في جواز سفر ساري ينفع، في بطاقة الإقامة الصادرة عن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية والمثبت فيها بطاقة محل الإقامة أو العنوان ينفع أن نجدد بها رخصة القيادة. يبقى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو كارنيه الجيش أو كارنيه الشرطة بالنسبة لأفراد الشرطة وأفراد القوات المسلحة. بالنسبة للأجانب بطاقة الإقامة الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية. دي كلها سندات مقبولة في إثبات الشخصية وفي إثبات محل الإقامة، ينفع أن أنا أجدد بها الترخيص زي رخصة العربية بالظبط. ونبذة عامة عن رخصة قيادة الموتوسيكل والتجديد. طيب إيه الشروط؟ إيه الإجراءات؟ إيه بروح فين؟ باجي منين؟ بعمل إيه علشان أجدد رخصة الموتوسيكل؟
زي ما قلنا رخصة قيادة الموتوسيكل انتهت. أول إجراء بتعمله بتطلع على نيابة المرور، تطلع شهادة براءة الذمة، تسدد المخالفات اللي موجودة على رخصة قيادة الموتوسيكل. جبت شهادة براءة الذمة اللي هي معروفة عندنا باسم شهادة المخالفات، بتطلع على المرور معاك الرخصة القديمة، معاك شهادة المخالفات، بتشتري أوراق التجديد اللي هي نموذج 256 مرور، وطوابع الشرطة بيبقى فيه طابع شرطة على شهادة المخالفات وطابع شرطة على نموذج 256. بتملى بيانات النموذج وبتوقع عليها. بعد كده بتكشف الكشف الطبي بتاع امان، بتدفع رسم الكشف الطبي بتاع امان 285 جنيه عند موظف شركة امان. بتدخل تكشف. طب الكشف ده عبارة عن ايه؟ الكشف ده عبارة عن كشف نظر لتحديد قوة الابصار وتحديد فصيلة الدم، وده بيبقى حاليا دلوقتي موجود داخل المرور، اللي بيكشف عليك الدكتور او الطبيب بتاع شركة امان المتواجد في المرور. قبل كده كان حضرتك بتجيب شهادتين، شهادة نظر وشهادة باطنة. شهادة النظر بتحدد قوة الابصار ودرجة الابصار في كلتا العينين. شهادة الباطنة بتحدد في امراض ولا لا، قدرتك الصحية والبدنية على استخراج او تجديد رخصة القيادة والقيادة بأمان. في امراض، في عمليات قبل كده كانت شهادة الباطنة بتحدد لياقتك الطبية للقيادة من عدمه بأمان. كانت الشهادة الطبية او شهادة الباطنة بتحدد قدرتك على القيادة بأمان. وكانت كل شهادة بيلصق عليها صورة شخصية لحضرتك، وبتتختم بختم المستشفى او المركز الصحي او الدكتور اللي مطلع الشهادة، وفيها الرقم النقابي بتاع الطبيب. حل محل الشهادات دي دلوقتي الكشف الطبي بتاع امان الموجود في المرور اللي هو النظر وفصيلة الدم. بحيث حضرتك بتقدم للكشف، بتكشف بنضارة طبية لو معاك نضارة. ممكن الدكتور بتاع شركة امان لو مفيش لياقة طبية او حضرتك درجة الابصار ضعيفة ممكن يحولك للكشف من مجلس الطب العام، تحدد جلسة كومسيون، بتقدم صورتين وصورة البطاقة، وبتكشف في المجلس الطب العام اللي بيكشف فيه السواقين أصحاب الرخص المهنية عشان المرور يتأكد من لياقتك الطبية لتجديد الترخيص من عدم. كشفت الكشف الطبي بتاع أمان، بشتري الأوراق نموذج 256 استمارة تحديث، ومعايا صورة بطاقة الرقم القومي، وكشفت طبي تبع امان ودفعت رسم الكشف. بتقدم لشباك الترخيص، وفي الحالة دي بقى بجدد الترخيص ب5 سنين من تاريخ التجديد. يبقى برخصة القيادة بقيادة الموتوسيكل بجدد ب5 سنين، ودي ما فيهاش اختيار زي رخص التسيير. ملاكي وقيادة الموتوسيكل الموظف بيخيرك تجدد بسنة ولا ب3 سنين. انما بالنسبة لرخص القيادة ما فيهاش تخيير، دي ليها مدة ثابتة. بالنسبة لقيادة الموتوسيكل مدتها 5 سنين من تاريخ الاستخراج. الرخصة الخاصة مدتها 10 سنين من تاريخ الاستخراج. الرخصة المهنية مدتها 3 سنين من تاريخ الاستخراج بعد سداد ضرائب ورسوم المرور المقررة في خزنة المرور. طيب ضرائب ورسوم المرور المقررة بالنسبة لتجديد رخصة قيادة الموتوسيكل هتكون في حدود قد ايه؟ في الغالب ما بتقلش عن 700 جنيه، شاملة الكشف الطبي بتاع امان، شامله ضريبه المرور، وطبعا حضرتك بتشتري نموذج 256 وطوابع الشرطه بتلزقها على المخالفات وعلى النموذج. بعد كده بتخش تتصور وتاخد الرخصه ب5 سنين من تاريخ التجديد. طيب اخد معايا صور ولا لا؟ من باب الاحتياط خد معاك حوالي 4 صور بالكتير، بحيث في لسه ادارات مرور بتحتاج الصور، وبتلزق صورة من صورة شخصية لحضرتك على استمارة الرقم أو استمارة الرخصة اللي هتتسجل على الحاسب الآلي، بحيث موظف الحاسب الآلي وهو بيصورك بيتأكد من شخصيتك الثابتة ببطاقة الرقم القومي والصورة الشخصية بتاعت حضرتك. فلو حضرتك بتجدد الترخيص بنضارة يبقى لازم الصورة تكون بنضارة، بتجدد الترخيص بدون نضارة يبقى صورة عادية خالص من غير نضارة. بعد ما تتصور والرخصة تنطبع راجع بيانات الرخصة تاني، شوف تاريخ الاستخراج، النهاية، الكلام ده كله قبل ما تغادر المرور.
بحيث لو في بيان او في حاجة ناقصة ممكن تعدل الرخصة تاني او تطلع رخصة تانية. طيب دلوقتي رخصة القيادة فيها خطأ في الاسم، ينفع اغير رخصة القيادة تاني. في الحالة ديت بتدفع ثمن رخصة قيادة تاني وتتصور وتاخد الرخصة بعد التعديل. بس في جميع الأحوال بتدفع ثمن الرخصة تاني عشان ينطبع لك رخصة جديدة مكان الرخصة القديمة اللي فيها خطأ في الاسم. حاولنا نتكلم بشيء من التفصيل عن تجديد رخصة قيادة الموتوسيكل من حيث الشروط، الإجراءات، مدة التجديد. لو ليك سؤال في تراخيص المرور، عندك مشكلة في تراخيص المرور، ما تبخلش علينا باللايك. لا تنسونا بصالح الدعاء ولا تنسوا الاشتراك بالقناة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.